السلام عليكم الإخوان الأخوات، مبروك علينا أولا التأهل أو درنا الرجل الأولى ديالنا في الدور 32. مبروك 3 النقاط. مبروك السيباري والدراري كاملين على المجهودات ديالكم، ما مشاتش في الخاوي، ولكن ربحنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فالربع ساعة الأخرى جالسين شادين في قلوبنا، ولينا تنتسناو الحكم امتى يصفر. علاش؟ لان الناس شدوا علينا الكرة، ضغطوا علينا، داروا واحد بريسينغ عالي، حنايا الدراري وقفوا. من بعد الشونجمون ما عندناش واحد الكاليتي في البونتوش اللي غتعطينا نفس المردود. هذا هو اللي كنشوف انه غيكون عندنا عائق كبير في المسار ديالنا في كأس العالم. نشوفوا اللاعبين واحد بواحد، كل واحد لشنو قدم، شكون اللي لعب، شكون اللي ما لعبش، كيفاش كانت المباراة، واش كنا نماركيو اكثر من الهدف، واش كنا نستقبلوا هدف او اكثر. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. دائما وابدا، بداية بحارس المرمى ياسين بونو صمام الامان بالنسبة للمنتخب المغربي، اللي مني تنشوفو واقف في البوطو تنكونوا لاعبين وحنا مرتاحين وبدون خوف. شادي رياض اللهم بارك، اللي قدم مباراة كبيرة من بعد المباراة ديال البرازيل، كيأكد على انه مدافع اللي تقدر تعول عليه مستقبلا ان شاء الله، ودار ماتش كبير وكان قوي في الالتحامات، كان مزيان في الوان تو وان، مزيان في التدخلات الهوائيه. بيرفكت، برافو شادي رياض. بالنسبه لعيسى ديوب مزيان في الكرات الهوائيه، مزيان في الالتحامات، مزيان في بزاف د الامورات، ولكن راه غادي يعيقوا بين الفراقي. ملي كتبريسي على عيسى ديوب كيقدر يغلط في اي لحظه، كان يقدر يدير لك خطا ديال بيت، يدير لك خطا اللي يضيع لك مجهود ديال 90 دقيقه كامل. دونك عيسى ديوب خاصو خدمه معاه بوحدو، لان الا جينا نورمالمون راه ما عندناش بديل، ما عندناش شي واحد جالس تنوضو يقضي الغرض. لهذا ما عندناش بديل على عيسى ديوب، وانما خاصنا نديرو شي حل مع اللاعب في البريسينغ ملي كيضغط عليه الخصم. وراه الا تلاقى مع لاعبين اللي هما اذكياء ولاعبين اللي هما قويين، راه غادي يقربوه وغادي ياخذوا له الكره وغادي يماركيو علينا. بحال اللقطه اللي وقعت ليه فاش خدا الصفراء، خلى اللعاب موراه، جاب الله انه فطن الحركه اللي دار وشدو وخدا عليه الصفراء. اما كان هذاك اللعاب كنتي غادي تلقاه في الوان تو وان مع ياسين بونو، وممكن يكون هدف ديال التعادل لاسكتلندا، وديك الساعه فكها يا من وحلتيها. شوف على حسابات فين غتولي، وعلى كلام وهضره بزاف ديال الامورات. بالنسبه للاظهره، مزراوي اللهم بارك، مزراوي كيقدر يبني، كيقطع، كيتقاتل في السماء في الماء. فاش ما جيتيه ما تخافش عليه، داك البلاصه في امان الله وفي حفظه. بالنسبه لحكيمي اللهم بارك، واخا راه ماشي هو حكيمي اللي موالفين كنعرفو، كيبان عليه الضغط اللي كيعيش مؤخرا، وكلنا عارفين القصه اللي وقعت ليه حاليا. عاوتاني قضاء الفرنسي جبد ليه الدوسي ديالو، ما عرفتش انا بالضبط اشنو بغاو يديروا بالضبط في هاد الظرفيه وفي هاد الوقيته هادي، زعما ما عرفتش. كلنا بهذه المناسبه نستغلوها ونعلنوا التضامن ديالنا مع اللاعب اشرف حكيمي. كنا كنشهدوا ليه بالاخلاق العاليه ديالو وبالانضباط ديالو. العيناوي وبوعدي لا نقاش، عندنا واحد الميليو تيران اللي اللهم بارك، ما نزيدوش نهضروا على الميليو تيران. العيناوي محارب بكل ما تحمل الكلمه من المعنى. شفنا السيد ولا داير بحال شي زومبي ودمو خارج وتابع اللعاب فاللهم بارك. العيناوي ما نتناقشوش عليه. كذلك بوعدي تبارك الله تيلعب بالكرافطه. وناحي
وناحي اللي انتقدناه المباراة ديال البرازيل، ولكن كنت قلت لكم وناحي من اللاعبين الكبار اللي خاصك تثق فيه انه كان في واحد الفترة في هذيك المباراة الافتتاحية ويقدر يرجع، وداكشي اللي كان فقدم مباراة كبيرة ضد اسكتلندا وعطى كان ممكن يعطي واحد لاسيست ديال بيت لولا التاخر ديال السيباري وما استغلش الفرصه. دونك وناحي واعر اللهم بارك. الخنوس اخويا سكتي لينا قلبنا، علاش جاتو كرة ساهله يقتل لينا ماتش ضربها في السما. بلاصه الزلزولة ديجا قلنا راه ما تعوضش، ما كاينش اللي غيعوضها، ولكن الخنوس هو داير ماتشات زوينين. غير اخويا راه الانهاء ما كاينش، الانهاء بصفه عامه راه ما عندناش باش نكونوا واقعيين. جاتو فرصه اللي كان يقتلنا بها الماتش ضيعها بغرابه، وكان بوحدو مرتاح كان يقدر يدير بزاف ديال الحويجات، كان يقدر يدخل فيها حتى هو يشرد الشبكه كي كنقولوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل وضاعت. براهيم دياز في الجناح الاخر، خويا براهيم طلق الكره من رجليك، طلق الكره من رجليك، راه عندك سوابق مع المغاربه، لا قدر الله كون فاش حيدولك لابال طلعوا ضربوا داك كونتر ماركاوها لك، فين كنتي تولي؟ غتسبب للمنتخب ديالك في ضياع ديال 2 النقط والتأهل. حط معنا رجلك الارض، بركه ما تعلق في الكره وطلق. هذه لعبه جماعيه ماشي لعبه فرديه، عرفناك باغي تماركي، عرفناك باغي تكون النجم الاول، متفقين معك، ولكن لا بغيتي تكون النجم الاول طلق لينا الكره وعطينا البيوت. برافو عليك، عطيتي اسيست مع البرازيل، عطيتي اسيست في الماتش، ولكن طلق الكره من رجليك وعطي اسيست واحد اخر وخرج انت هو رجل المقابله. لو كنتي طلقتي كره من رجليك، الكره ديال السيباري لا تغتفر، هاد الكره هادي لا تغتفر، ميمكنش انا تجيني تضيعني في هاد الفرصه هادي. ساهله، انت كتلعب بجوج رجلين، كتلعب باليمنيه وباليسريه، غتطلقها ديريكت، السيباري غيلقى راسو مع الكارديان وغادي يسجل الهدف وغادي نرتاحو ونجلسو للارض ونجاريو الماتش ديالنا على خاطرنا، وترتاح حتى المدرب اللي كان خايف يدير شونجمون. المدرب كان خايف يدير الشونجمون، وهادشي كيتحمل المسؤوليه ديالو هو، لانه هو اللي دار دوك الاختيارات. كانوا عنده لاعبين اللي يقدر يديهم معاه ما مشاش بهم، هو اللي اختار رحيمي، هو اللي اختار ميموني، هو اللي اختار سباعي. في الوقت اللي كاينين اللعابه كانوا يمشيو معاه، ماشي وقت هاد الهضره هادي، ولكن هذا هو الواقع. سيباري فاللهم بارك، جا الفرصه اللي جاتو ما تقلهاش، البيت كيف ما كتشوفوا عطاه لاباس دياز، مشى هز عينيه، ما عرفتش ديك الهزه واش كانت تمويها ولا هز عينيه ما لقى حتى شي واحد، جبد عليها ما قشع والو، كارديان شرك الشبكه وكان هدف التقدم. وحتى لهنايا غادي نكونوا هضرنا على جميع اللاعبين اللي شاركوا، احتياط ما غندويش عليهم لانهم ميموني دخل حتى هو بقى ما عرفتش اش بغى يدير، واش بغى يفرض راسو ولا مدهشر ولا غارق في هذاك اللعب ديال الدروبه وداك التزعليق ديال الكره، وداك الشيء راه ما خدامش في لوط نيفو. طالبي ما شفناهش بزاف بحكم ما كناش شادين البالون عندنا. جاتو واحد الكره طالبي كنعرفوه عندنا فكر عليه، لعاب اللي مستوى ديالو جي لا باس به. رحيمي سير تجلس اخويا، اسمح ليا ولكن سير تجلس، خاصك تجلس لان سير تلعب في السعوديه صافي. من الاخر ما نزيدش نقول شي حاجه، سير تلعب اخويا في السعوديه، خلي عليك كاس العالم في الثقه. التشكيله اللي لعبنا بها نهار البرازيل هي اللي لعبنا بها البارح، جاب الله تيسير. كنتسناو نشوفوا مجهود وخدمه من عند المدرب ومن عند اللاعبين اكثر في المقابله الجايه كونتر هايتي. علاش لا ما نشوفوش نتيجه كبيره اللي تخلينا نتصدروا المجموعه؟ وكنا صراحه طامعين مع اسكتلند انها تكون، خصوصا ملي شفنا البيت جا في الدقيقه الاولى اسرع هدف، بالمناسبه اسرع هدف في المونديال، دقيقه و10 ديال الثواني، واكبر نتيجه اكبر سلسله لا هزيمه المنتخب المغربي ب 39
مباراة اللهم بارك، هادشي أرقام كبيرة ومحترمة، ماشي ساهل باش تجي تحطم هاد الأرقام. فكنتمناو التوفيق في المباراة كونتر هايتي، وعلاش لا نديرو شي نتيجة كبيرة ونتسناو البرازيل نشوفو اش غدير مع اسكتلاند. اسكتلاند لا يستهان بها، ممكن واخا البرازيل عندها واحد الستيل جو يعني لي صعيب تربحها اسكتلندا، ولكن نتمناو خير، ونتمناو اننا المباراة نلعبوها بواحد الاريحية، مغاديش نستهانو بالخصم، وانما خصم اللي ديجا حسم الامر ديالو في انه مغاديش يتأهل. نتمناو اننا نلعبو معاهم الند للند، نلعبو معاهم ونحترموهم ونعطيوهم القيمة، ما نستخفوش بهم، نلعبو الكرة، نشوفو وجوه جديدة، علاش لا ما نشوفوش جسيم في المكان ديال دياز، ماشي كأساسي، كندويو على وسط المباراة وشونجمون الى اخره. نشوفو شوية الزعامة من عند المدرب، هداك الخوف اللي متخوف ومتحفظ راه خاصنا نشوفوه، لابد ما خاصنا نشوفوه، حيت لابد ما غتعطل عليهم في الأدوار المقبلة، يعني راه خاصك تشوفهم، فهادي هي الفرصة ديالك أنك تشوفهم في هاد المباراة الثالثة. نتمناو الخير إن شاء الله، ونتلاقاو في المباراة القادمة إن شاء الله، وفيديو جديد اللي غادي نتوقعو فيه التشكيلة. ما تنساش إلا كيعجبكم هذا المحتوى دعمونا بلايك بارطاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.